السلام عليكم، اهلا بكم معايا مره اخرى في قناتكم ساره شانيل. كي دايرين اخواتي؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم واحد التحليه سهله سريعه في التحضير بمكونات اللي هي جد بسيطه ان شاء الله متوفره عندكم، وتجربوا هذه التحليه فهي كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت راقيه. المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. ان شاء الله غنحضروها بنكهتين، نكهه ديال الشوكولا وكذلك نكهه الكراميل، فهما كيجيو مواتين مع بعضهم والمذاق ديالهم كيجي رائع لذيذ بزاف. نتمنى انا هاد التحليه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، كذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، غنحتاجوا كذلك النشا اولا المايزينا تقريبا واحد 4 معالق كبار. ايضا غنحتاجوا سكر سنيده اولا السكر الخشن، قطع ديال الشوكولاط الاسود، معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، نكهه ديال الكراميل الا كانت متوفره ما كانتش تستغناو عليها. كذلك نحتاجوا الزبده تقريبا واحد المعلقه صغيره، وغادي نحتاجوا هاد لي فيغين اولا الكيسان ديال التحليه، اي كيسان كانوا متوفرين عندكم. انا خديت هاد الكيسان لي فيغين اللي كنديروا فيهم التحليات. غناخدو واحد الكاسرول باش نحضروا الطبقه الاولى ديال الشوكولا. غناخدو 2 معالق ديال النشا اولا المايزينا، 2 معالق كبار. غناخدو واحد الكاس كبير غنعبروا به الحليب تقريبا نص يطرو فيه 2 ديال الكيسان. غنضيفوا ديك المعلقه صغيره ديال الكاكاو المور على داك النشا، وكذلك غنضيفوا عليهم تقريبا واحد 2 معالق ديال سكر سنيده اولا السكر الخشن. نضيفوا 2 معالق، اللي بغى الحلاوه يضيف حتى 3 المعالق. وغناخدو الضرب اليدوي وغنضيفوا داك الكاس ديال الحليب بارد، وغنخلطوا هاد العناصر مع بعضهم مزيان. من بعد غنضيفوا عليهم قطع ديال الشوكولات، كتاخذوا الكميه على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب المتوفر. يمكن لكم تاخذوا الشوكولات حبيبات اولا مربعات كيف ما كتلاحظوا معايا. خديت هنا الشوكولات مربعات، وغنوضعوا هذا الخليط فوق النار مع التحريك حتى كيعقد لينا الخليط. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام اللي حصلت عليه من بعد ما حركت هذا الخليط حتى كيعقد لينا. هذا هو القوام اللي نحصلوا عليه. كنكونوا وجدنا الكؤوس اللي غنوضعوا فيهم التحليه. نحاولوا اننا نوضعوا واحد الكميه تقريبا نص كاس. بالنسبه لهذه الكميه فهي كتعطينا كميه تقريبا، انا هنا عطاتني 7 ديال الكؤوس. غنوضعهم في هاد لي فيغين، وكذلك عندي الشكل ديال المربع حتى هما غنوضع فيهم كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما عمرنا تقريبا دوك الكؤوس النصف، غناخدو الكميه ديال الحليب اللي تبقات لينا، غنضيفوا عليها تقريبا واحد 2 معالق ديال النشا اولا المايزينا، 2 معالق كبار ديال النشا. وغنخلطوا هذا الخليط مزيان حتى ما كيبقاوش لينا دوك الحبيبات ديال النشا. ضروري اننا نخلطوا ديك المايزينا مع الحليب مزيان باش هكا ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات اولا الكريات. ومن بعد غناخذوا واحد الكاسرول اولا مقلاة. انا هنا خديت مقلاة وضعت فيها تقريبا واحد 4 المعالق ديال سكر سنيده اولا السكر الخشن، وغنخليو داك السكر حتى كيذوب لينا مزيان. نحاولوا اننا ما نحركوش، مره كنحركو بالمقلاة. غنخليو داك السكر حتى كيولي لينا بحال الكراميل. فهو ما كياخدش وقت كتير، كيذوب بسرعه. كتاخذوا كاسرول اولا مقلاة، من الاحسن تكون مقلاة فهو كيذوب بسرعه. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما داب داك السكر كله، غنضيفوا عليه ديك المعلقه ديال الزبده. مع التحريك نحاولوا اننا نحركوا بسرعه، وغنضيفوا عليهم داك الخليط ديال الحليب والنشا. غنحاول انني نحرك بسرعه وانا كنضيف داك الحليب مع النشا اولا المايزينا.
طبعا مع التحريك المستمر نحاولوا اننا نحركه بسرعه باش هكا يعقد لينا الخليط. وكيف ما تلاحظوا معايا عفوا، هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه من بعد ما ضفت ديك الكميه ديال الحليب مع المايزينا. من بعد غنضيف واحد القطرات ديال نكهه بنكهه الكراميل. الا كانت متوفره، ما كانتش ما كتضيفوهاش. وكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال الخليط ديال الطبقه الثانيه. من بعد غنوضعوا فوق الطبقه الاولى ديال الشوكولات، نحاول اننا نعمروا دوك الكؤوس باش هكا يجيونا متساويين. كيف ما كتلاحظوا معايا نحاول انني نعمرهم كلهم. وبالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا خديت فيرميسيل شوكولا، ونحاول انني نوضع خطوط بالنسبه لهاد لي فيغين المربعين، وبالنسبه لي فيغين اللي دايرين فانا غنحاول ندير فيهم فقط في الجوانب بهذا الشكل هذا. وكيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غنخليهم حتى كيبردوا وكنقدموهم بالصحه والراحه. كانت هذه هي التحليه اللي حضرت معكم اليوم، كتجي رائعه، واحد القوام اللي هو رائع، وكتجي لذيذه بزاف، سهله وسريعه في التحضير، ما كتاخذش وقت اللي هو كثير. يمكن لكم تحضروها لوليداتكم كذلك الضيوف ديالكم، فهي كتجي راقيه والمذاق ديالها صراحه كيجي لذيذ بزاف. الا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش انكم تشجعوني بلايك والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي. كذلك تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا تعم الفائده على الجميع. تلقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.